ئێوارەتان باش ئازیزان و بینەرانی NRT لە هەر کوێک بن خۆشحاڵین لە بەرنامەیەکی نوێی چاوپێکەوتن لەگەڵتان شاد دەبینەوە. کێشەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و بەغدا بەردەوامە بۆ ئەم مەبەستش ئەمڕۆ چاوپێکەوتن لەگەڵ دەوڵەتی سەرۆکی وەزیران نوری مالکی دەکەین. دولة رئيس الوزراء نرحب بك أهلا وسهلا معنا في NRT. أود أن أبدأ معك مع الخلافات بين أربيل وبغداد. هناك من يصور هذه الخلافات كأنها خلافات شخصية بينكم وبين رئيس الإقليم، ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة أنا يكاد يكون أول علاقاتي هي مع المرحوم إدريس البرزاني ومع الأخ مسعود البرزاني، أول ما تعرفت في كردستان عليهم. ومن هذا أقول ليس لي مشكلة شخصية أبدا، بالعكس كانت علاقات صداقة واحترام وتعاون في تلك الفترة. حصر المشاكل الكبيرة في إطار شخصي، وأنا قلت مرارا لو كان القضية شخصية لتنازلت عن كل شيء، لا أريد لنفسي شيئا أبدا، إنما القضية تفرض نفسها علي وعلى أي واحد آخر يتصدى للشأن العام ولعمل وطني. حينما أكون مطالب وبالذات من الكتل السياسية وبالصوت العالي الذي كان ينطلق العمل بالدستور، على اعتبار أنه المنظم لكل الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية والأمنية. وحينما أجد أن الكثير من الممارسات تتجاوز الدستور وتتجاوز أساسيات بناء الدولة، لذلك يكون من واجبي أقول لا للذي يتجاوز على الدولة وعلى دستورها وعلى مصالح شعبها، سواء كان في كردستان أو في البصرة أو في كربلاء أو في أي مكان، لأن العراق واحد ودستوره واحد. لذلك المسألة ليست شخصية، إنما مسألة بلد ومسألة إدارة ومسألة استقرار ومسألة أمن واقتصاد. أنا أعتقد تحويلها من يريد، أنا ما أعرف من الذي يقول، ولكن تحويلها حتى بالتصريحات التي كانت تستهدف شخص معين، هو يريد يسحب الضوء عن المخالفات، عن المشاكل، عن التحديات، ويجعل منها قضية شخصية. أنا أقول بصراحة يا شعبنا الكردي ليس لي قضية شخصية مع أحد، يا شعبنا العربي ليس لي معكم أي قضية خلافية مع أحد، ويا شعبنا التركماني والمسيحي والأزيدي والشبكي ليس لي مشكلة شخصية أبدا، إنما قضيتي أنكم كلفتموني وأقسمت على القرآن بأني ألتزم بمصلحة البلد ووحدته، وأن العراق بموجب المادة الأولى من الدستور التي أقسمنا عليه وصوتنا على هذا الدستور، العراق دولة نظامها جمهوري برلماني اتحادي ديمقراطي موحدة ومستقلة، وهذا الدستور حامي لوحدتها. من هذا المنطلق حينما أعمل أجد أن هذا الاتجاه الذي أعمل به لا يروق للكثير من الناس، لذلك حينما كانوا يصيحون الدستور، والآن أنا أصرخ تعالوا إلى الدستور، برزت الحقيقة التي لا غبار عليها، يقولون أن الدستور غير كامل. من قال بأن الدستور كامل؟ ولكنه كمنظومة تشريعية متكاملة، ما لم يشرع الآن من قوانين جديدة الدستور يقول تستمرون العمل بالقوانين القديمة إلى حين تشريع القانون الجديد. واحدة من المفارقات التي حصلت حتى في اجتماع أربيل الأخير، وكأن الدولة بسلطتيها التشريعية والقضائية إضافة إلى التنفيذية هي تحت خط المالكي. هذا بالحقيقة تزييف وتزوير الحقائق، لأنه إذا كانت بعض القضايا مطلوب إنجازها مثل قانون النفط والغاز فذاك هو موجود في مجلس النواب، لماذا لا تشرعون هذا القانون؟ أنا كملته من الحكومة وديته. إذا قلتم قانون العفو العام شرعناه بالحكومة وديناه، شرعوه أنتم في مجلس النواب. إذا قلتم المادة 140 أنا كملتها في العراق، كل سنة عندي لجنة مشكلة وأموال مرصودة وحلت كل المشاكل المتعلقة بنا كسلطة تنفيذية. وقلت في اجتماع في دوكان وبحضور فخامة رئيس الجمهورية والأخ مسعود وكل القيادات الكردية
لما صار كلام عن المادة 140 قلت السلطة أنجزت ما عليها. إذا نتوقف على المادة 140 دولة رئيس الوزراء، لماذا لا نرى خطوات جدية؟ يعني الأكراد يحملون مسؤولية عدم يعني وجود خطوات جدية لحل هذه المشكلة. الحكومة الاتحادية لماذا لحد الآن لم يتم استفتاء، لم يتم حل الإشكالية؟ هو هذا التزييف بالحقائق. أنا أردت أنقل لك هذه القصة في دوكان، وبالإمكان سؤال كل الموجودين. لما قال مسعود بأنه ليش المادة 140، قلت المادة 140 أنا سابقا كنت قلت هاي المادة إما كتبها جاهل وإما كتبها متعمد أنها لا يمكن أن تصلح كأساس للحل. قال كيف؟ قلت له ما تنحل الآن، وقفت. قلت له أنت تقول حل المشكلة بيد السلطة التنفيذية، فخامة السيد رئيس الجمهورية يعلم الجانب الأول من المادة هو التطبيع. احنا طبعنا الأوضاع، رجعنا الحقوق لأهلها، الأراضي، البيوت، صرفنا أموال أكثر من $1,000,000 إلى أن وفينا ونقلنا الناس اللي متجاوزين على الآخرين. وصلنا إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة تحديد الحدود الإدارية للمحافظات. هذه مو مسؤوليتي، هذه مسؤولية هيئة الرئاسة يوم كانت هيئة الرئاسة، ومسؤولية السيد رئيس الجمهورية الآن. فسأل قال زين رئيس الجمهورية الهيئة ليش ما تضع مخطط حدود المحافظات وتوديه تبعثها إلى البرلمان؟ فخامة رئيس الجمهورية قال له ما نقدر. ليش؟ لأن احنا 3 في ذاك الوقت، وكل مقترح نطرحه يعترض عليها واحد، ولذلك ما استطعنا. قلت له إذن المشكلة مو يمي ولا يم السلطة التنفيذية، يم رئاسة الجمهورية ويم البرلمان. الآن فعلا إلى الآن المشكلة واقفة وستبقى واقفة، لأن هذه الفقرة إذا ما انحلت ونريد نصل إلى مرحلة الاستفتاء والتصويت، على ماذا نستفتي ونصوت؟ أين هي حدود كركوك؟ أين هي حدود الموصل؟ أين هي حدود الأنبار؟ أين هي حدود كربلاء؟ أين هي حدود السماوة؟ أين حدود المثنى الناصرية؟ هذه كلها معطلة الآن. رئيس الجمهورية كتب كتاب إلى مجلس النواب مؤخرا قبل أشهر، اقترح فيها إعادة ترسيم الحدود للمحافظات. مجلس النواب وضعه في الأدراج ولم يناقش إلى الآن. فالقضية بين رئاسة الجمهورية وبين رئاسة البرلمان متوقفة، وستبقى المادة، أنا أقول بصراحة، والشعب الكردي يسمعني والشعب العربي يسمعني والتركماني يسمعني، ستبقى متوقفة ما لم تحل هذه القضية حتى نعرف حدود المحافظات أين التي يراد التصويت عليها. بقية المسائل المتعلقة بالمادة 140 أيضا، أكو أمور ارتكبها النظام إلى الآن لم نجد لها حلا، وهذا الحل يحتاج إلى جلسة. نضيف إليها قضية التعداد السكاني. مرارا أنا جمعت كل الفرقاء من القوميات والمذاهب والكتل من أجل أن نتفق. الحكومة وضعت كل مستلزمات الإحصاء، كل شيء، حتى الإحصاء الأولي على البنايات وأعداد البنايات وأعداد الناس كامل. والآن نعرف ترى احنا كم عدد المحافظة هاي وكم عدد المحافظة هاي، ولكن كإحصاء رقمي على مستوى الأفراد والبقية ما موجود. كل ما حاولنا وبجلسات كثيرة لم نتمكن الاتفاق على أن نقوم بالإحصاء. يقولون هو سيحصل فيه تزوير، ويقولون إذا ما جاءت نتائجه طبيعية سيتحول إلى حرب أهلية وإلى غير ذلك، وموقوف، والقضية موقوفة يم الكتل. نعم، هذه بالنسبة للمادة 140 دولة رئيس الوزراء. إذا ننتقل إلى الخلافات الأخرى بين بغداد وأربيل، البيشمركة، يعني لماذا لحد الآن الخلاف حول البيشمركة موجود؟ البيشمركة احنا خلافاتنا كثيرة، وبصراحة أكثر الخلافات التي تجهد الدولة هي مع حكومة الإقليم. منها قضية البيشمركة وهذا الطلب الموجود، منها قضية الحدود التي هي مسؤولية الحكومة الاتحادية. احنا نقول حكومة دولة ديمقراطية اتحادية فيدرالية. بالنظام الفيدرالي الحدود مو مسؤولية المحافظات والأقاليم، مسؤولية الحكومة المركزية، لكن لا يستطيع أحد أن يتصرف أو يعرف ماذا في الحدود. المنافذ الحدودية اتحادية، المطارات اتحادية، الثروات النفطية اتحادية، القوة العسكرية اتحادية، ومسموح فقط للأقاليم أن يكون لها قوة محلية اللي يسموها هي الأمن، الشرطة المحلية وأمن محلي، وليس دبابات وطائرات وإلى غير ذلك. قضية البيشمركة المادة صريحة بالدستور،
يقول حرس الإقليم من مختصات الإقليم، وكل سنة الموازنة يحطون بها التفاهم بين رئيس الإقليم ورئيس الوزراء على البيشمركة. أنا أقول يا أخوان، على ماذا أتفاهم إذا هذا الدستور موجود ويقول هذه حرس الإقليم البيشمركة من مختصات الإقليم، يعني من 17% يسوون حرس الإقليم، أنتم تحولوها علينا شنو؟ ثم حولتوها سنة واثنين وثلاثة وأربعة، السنة الخامسة تحولوها، لا حل لها. روحوا غيروا لي التشريع، اعطوني فرد غطاء، لأنه الإقليم يطلب $1,560,000,000 سنويا للإقليم. من يستطيع أن يصرف هذا غير بموازنة، غير بمجلس نواب، غير بغطاء قانوني، غير إلى سند؟ لما السند القانوني الموجود يقول هذا من مختصات الإقليم، من يستطيع أن يصرف دولار واحد؟ ولذلك المسألة دستورية قانونية. الجماعة يردون يقفزون على الدستور ضمن عملية أعطني ما أريد وليس لك أن تعترض على ما هو غير منسجم مع الدستور. هذا ما ممكن. وهل هناك قوة محددة يعني بالنسبة للإقليم أم هي مفتوحة يعني إذا يردون يفتحون لا، الحرس المحلي، شرطة النجدة، شرطة المرور، الشرطة المحلية، الأجهزة الأمنية المحلية لهم، ولكن بقية القوة العسكرية واحدة من الخلافات هاي. بقية القوة العسكرية ذات طابع الاتحادي، وهو القوة المعروفة بالعالم في الأنظمة الاتحادية الفيدرالية، يعني في أمريكا دولة اتحادية فيدرالية، لا توجد في ولاياتها قوة مسلحة دبابات وطائرات، عندهم شرطة وأجهزة أمنية ونجدة ومرور. هذا هو المعمول به المتعارف عليه في العالم. أما شقد عدده حسب حاجة المنطقة، إذا كانت ساخنة، إذا كانت اعتيادية، وتوجد قياسات دولية، كل 132 نفر لهم شرطي مثلا واحد، أو 2% من الأعمار التي من 18 إلى 45. هاي قياسات دولية موجودة، وفق هاي القياسات يستطيع الإقليم أن يشكل القوة التي يحتاج. هناك من ينتقد داخل الإقليم من الأحزاب المعارضة أحزاب السلطة بأن هذه القوات ليست قوات وطنية باعتبار أنها تابعة للحزبين. يعني هل هناك تنسيق بين حكومة بغداد والإقليم بأن تكون قوات في إقليم كردستان قوات وطنية أم لا يهمكم هذا الأمر؟ ويجب أن تكون هناك قوات وطنية، لأنه لحماية الحدود، لحماية الأمن العام، وليس للتدخل بالشأن الداخلي. الشأن الداخلي هذا لحرس الإقليم المحلي، الشرطة المحلية وغيرها. وسابقا أردنا أن نشكل فرقتين عسكرية في كردستان، وصدرنا التعليمات والتوجيهات، لكنه فوجئنا بأن رئيس الإقليم هذا الرجل عجيب غريب يرفض تشكيل الفرقتين في كردستان. يا بليش، مو أنتم طلبتوها وهاي لأبنائكم، على الأقل بيها فرد 20-25 ألف جندي راح يكونون موجودين ولحماية الحدود وحماية. قال لا، هذا المالكي يريد يشكلها حتى يحتل كردستان. شيء غريب، يعني أحتل كردستان بأبناء كردستان، ثم إذا كانت النوايا سيئة إلى هذه الدرجة فلماذا تطلب مني؟ ولماذا أنا أوافق على تشكيل فرقتين؟ أنا هم قلت خلاص، إذا الجماعة ما يردوها فالجيش العراقي أولى. وفعلا الفرقتين مشكلات ومشت الأمور. يجب أن تكون هناك قوة اتحادية لحماية الحدود، مو لحماية المدن وغيرها. ولو حصل تجاوز على السيادة العراقية، من المسؤول عن رده؟ الحكومة الاتحادية. لكن هل أن الحكومة الاتحادية لها دور؟ هل نملك حق تحريك شرطي واحد من داخل الإقليم؟ هل نملك تغيير موظف واحد؟ هل نعرف ماذا يدخل للعراق من الحدود؟ هل نعرف ماذا يدخل إلى المطار من الخارج؟ هل نعرف ماذا يحصل بالنسبة للنفط وغيره؟ كل شيء لا نعرف. كردستان مغلقة، بل مغلقة حتى على الشعب الكردي بصراحة. أنا معلومات حتى الشعب الكردي لا يعرف ذلك. مغلقة على الجميع، ولكن أنا أسمع الحديث شراكة شراكة. يا شراكة زين في كل مكان، شراكة على الأقل إحنا أيضا يصير عندنا فرد رؤية، نشوف هذا المبالغ التي نعطيها للشعب الكردي كيف تصرف. أنتم هم تعالوا دققوا علينا، شوفوا هالمبالغ التي في مناطقنا كيف تصرف. هكذا هي تشاهد الدولة. أما أنا لي كل شيء ولا أحد يشاركني في ذلك وأنا شريكك في الآخر، هذا ما تستقر الدولة. بما يخص الواردات جمارك إبراهيم خليل والمنافذ الحدودية الأخرى،
هل هناك لجنة تنسيقية بين بغداد وأربيل حول هذه المسألة أم إقليم كردستان من يبعث إقليم كردستان هو الذي يتصرف بها كاملا، وفجأة وبطريقة الصدفة عرفنا بأن من إبراهيم الخليل حتى مواد البطاقة التموينية التي تمر من تركيا عبر إبراهيم الخليل يأخذ عليها إقليم كردستان $22، وهذا شيء غريب. وأمس سمعت أن مسؤول منفذ إبراهيم الخليل اتقاعد، لكنه مصرح له في التصريح، يبدو أنه ظاهر أنتم اللي ورطوه بهذا التصريح، والآن هو معتقل الرجل، لأنه قال وعائدات إبراهيم الخليل لا تذهب لا للحكومة الإقليمية ولا لحكومة الإقليم ولا لحكومة المركز، وإنما لجيوب أشخاص معينين. هذا لا نعرفه، كم يدخل للعراق، كم يجني إبراهيم الخليل، كم يجني المنافذ الأخرى، لا نعرف. وهذا هو المشكلة بالحقيقة، مش مشكلة شخصية، لأنه المالكي ليس هذا ملكه ويتصرف، هذا ملك الشعب العراقي. حينما نقول مثلا النفط والتهريب، هذا مو ملكي وأنا أتنازل عنه، هذا ملك المحافظات والفقراء الموجودين. حينما يقدر حجم التهريب 5 مليارات و650 مليون لحد الآن، هذا ملك ابن الأنبار وابن البصرة وابن حتى ابن سليمانية ودهوك، لأن هذا بالنتيجة يعود إلى الموازنة ويوزع على المحافظات من جديد. هذه كلها لا نعرف عنها شيء. بالنسبة لنا كردستان طلسم مغلق بصراحة، لا القضاء مرتبط بنا ولا التربية ولا الأمن ولا الحدود ولا الاقتصاد. قراراتنا الاقتصادية التي نتخذها هنا من أجل تنظيم حركة البضائع والسلع والاقتصاد، إقليم كردستان ما يلتزم بها. طيب كيف يمكن لكم فرض هذه الإرادة، إرادة الحكومة الاتحادية على حكومة الإقليم؟ هي بالحقيقة ليس هناك، لا نريد أن نتجه نحو الفرض بالقوة والعسكر وعودة الصراع، لأن الشعب الكردي قدم ما فيه الكفاية والشعب العراقي قدم ما فيه الكفاية في الحروب. لذلك نتمنى على عقلاء القوم في كردستان وفي الوسط والجنوب أن لا يتجهوا نحو التصعيد الذي يوصل إلى الحرب. أنا أسمع طبول الحرب تدق في كردستان مع الأسف الشديد، وهذا لا يخدم أحد. الشعب الكردي الآن ولأول مرة بحياته يكون مستقر بعد الدماء والجراحات، بعد الأنفال، بعد الظلم والاضطهاد والاستعباد التي كانت تجريه الحكومات السابقة. الآن الحمد لله أموره احنا فرحين. وتصدقيني لو كانت هاي المبالغ التي تستقطع من النفط أو تهرب تروح إلى جيب الشعب الكردي، والله يكون المسألة بالنسبة لي اعتيادية. على الأقل شعبنا ومحتاج ومظلوم ومضطهد وتروح إلى الأموال، لكن لا أعرف إلى أين تذهب هذه الأموال. خلي يعطونا كشف بها، يقولون والله صرفناها مدارس ومستشفيات حتى احنا نقول والله هذه يستحقون صرفها لأنه شعب أيضا مظلوم. قضية الفرض بالقوة أنا لا أؤيده، ولكنه لا بد من حتمية أن تلتزم حكومة الإقليم بقرارات الدستورية الحكومة الاتحادية، وهذا ينبغي أن نتعاون عليه. الشعب الكردي يجب أن يقول كلمته بحق تجاوزات الإقليم، والحكومة هنا والدستور والبرلمان أيضا يجب أن يقول كلمته، حتى نؤشر على من يخرق الدستور ويخرق المصلحة الوطنية ويعرض البلد إلى مثل هذه التوترات حتى يتوقف عند حده. أنا عندي ثقة عالية بالكتل الأخرى في كردستان، والتي بعضها مشترك وبعضها أصلا لا يسمح له بالاشتراك، لكن حتى المشتركين أنا أعلق عليهم آمال كبيرة بأنهم يكونوا مساعدين ومعاونين لنا في فرض هذه الالتزامات على حكومة الإقليم وأخذ حق الإقليم من العائدات العراقية، لأنه هو شريك بها بموجب نسبته السكانية. تحدثتم عن أنكم لا تحبذون فرض قوة عسكرية على إقليم، لماذا إذن هناك التخوف من أن تسيطر بغداد، خصوصا عندما كان هناك حديث عن شراء طائرات حربية؟ كان هناك تخوف في إقليم كردستان بأنكم تسيطرون على إقليم كردستان عن طريق الحرب والطائرات واستخدام القوة. هذه بالحقيقة هي باب لإثارة أزمة، وإلا العراق لا يحتاج إلى طائرات وإلى جيش وإلى دبابات. العراق بلد في هذا المحيط محاط بدول قوية لا يحتاج إلى جيش. نعم اتفقنا على طائرات، وصفقة ثانية من الطائرات أيضا وافق عليها الكونغرس الأمريكي، أيضا 18 طائرة F-16، وربما نشتري طائرات أخرى. العراق وفق القياسات تحتاج إلى حجم من الطائرات وحجم من الدبابات. نريده بلد
عزيز بسيادته لديه قوة دفاعية. نحن لا نريد بلد فيه قوة هجومية وكل يوم رايحين على بلد ومحتليه أو ضاربيه ثارين حروب لا داخلية ولا خارجية، لكنه لا بد للعراق من قوة عسكرية تدافع عن سيادته، وهذا شأن أبسط الدول وأضعف الدول اللي ما عندها قدرات مالية تستقطع من قوت شعبها من أجل أن تبني قوة عسكرية. لكن أنا لا أفهم لماذا هذه الإثارة أن الطائرات F-16 اخترقوا أو اخترعوا مقولة على أساس في مجلس الأمن الوطني احنا قلنا إذا أجت طائرات F-16 نضرب إقليم كردستان. طيب مو مجلس الأمن الوطني بنائب رئيس الجمهورية وبوزير الخارجية وبرئيس أركان وقائد القوة الجوية أيضا كردي. فهذه كذبة من أجل إثارة مشاعر الشعب الكردي، وأنا أطمئن الشعب الكردي والله قبل أن يكون حريصا عليكم هذا الرجل أنا الأحرص عليكم، لأني أنا شاهدت بنفسي المعاناة والدماء التي كانت تحصل. أنا الأحرص وفعلا أنا أحرص ولن أسمح. ومرارا حتى من بعض حلفاء هذا الرجل كانوا يطلبون مني أن يكون هناك شيء في كردستان، وفي هذا المكان قلت لهم والله لا أسمح بإثارة طلقة واحدة في هذه المنطقة حتى نعود إلى أجواء الحروب والمشاكل. لكن أنا أعلم بموجب فهمي أن النظرية التي كانت قد انطلقت في تشكيل الدولة قامت على أساس قلب ضعيف، يعني حكومة مركزية اتحادية ضعيفة وحكومة إقليم أو أقاليم قوية. أنا سؤالي لمن يفكر بهذه العقلية المقلوبة، إذا كان القلب ضعيف، إذا كانت الدولة ليس لها قوة اتحادية لا سياسة خارجية ولا اقتصادية ولا عسكرية تحميها المحافظات والأقاليم، تحمي سيادتها. لكنه هذا واحد من الأمور التي أنا أسجلها كملاحظة على هذا الرجل بصراحة، أنه يريد العراق ضعيف ويريد كردستان تكون أقوى، ويتحدث عن عملية احتلال بغداد، ويذهب إلى هذه الدولة أو تلك الدولة لشراء السلاح. ما من حقه يشتري سلاح، وسمع هذا الجواب من الدول التي طلب منها شراء سلاح، قالوا له احنا نتعامل بالسلاح مع الحكومة الاتحادية وليس مع حكومات المحافظات. لمن هذا السلاح؟ إذا كان شريكنا بالدولة وإحنا شركاء خل يجي إحنا وهو ونروح نجيب السلاح مالنا. والحمد لله الكرد مو بعيدين عن هذا السلاح، قيادة القوة الجوية بديهم، رئاسة أركان الجيش، فرقتين وقيادات عمليات وقوة مسلحة موجودة بالإقليم. لكن يقولون بأن هؤلاء القادة بأنهم مناصبهم كرتونية وليس لديهم أي صلاحيات، وبالتحديد رئيس الإقليم يقول ذلك. هو هذه الدعاية من أجل إثارة مشاعر الشعب الكردي. قائد الفرقة الثالثة كردي، خلي يسألوه هل أنت منقوص الصلاحية كما يدعي البعض؟ قائد عمليات الرصافة في بغداد كردي، خلي يسألوه أنت عندك صلاحية تتحرك أو لا؟ قائد الفرقة الرابعة كردي، خلي يسألوه أنت عندك صلاحية حركة أم لا؟ قائد القوة الجوية. وهكذا الجيش العراقي هذا لا توجد صلاحية مطلقة لأحد، الصلاحيات منظمة ضمن حدود كل من حدوده، وإلا أن يكون شخص فقط القائد العام للقوات المسلحة عنده صلاحيات عالية، والباقي كله مقيد بصلاحيات، لأن هذا جيش. أن يأتي وفد من كردستان من أجل حل المشاكل يفاجئني أحدهم بالطرح نحن قلقون من بناء الجيش العراقي. عجيب، بدل أن تفرح أن العراق صار به جيش ويدافع عنا وعنكم وعن سيادتنا وعن أمنكم وأمن البلد، أنت قلق من بناء الجيش العراقي؟ هم يتحدثون عن عدم التوازن في الجيش العراقي، يقولون أن الأكراد ليس لهم نسبة جيدة داخل. والله احنا أيضا نسأل لماذا في آن واحد 70 ضابط من نينوى يتركون العمل يروحون لكردستان؟ هذا لحد الآن هذا السؤال اللي ما قاعد نفهمه، لماذا سحب الضباط من الجيش العراقي؟ وثانيا أنا راح أبعث بقيادات الفرق والعمليات إلى البرلمان وخلي يناقشوها ويشوفون وفق النسب الموجودة متوازنة أو غير متوازنة. الآن بالدفاع الاستخبارات والأمن كردي، قيادة القوة الجوية كردي، رئاسة أركان كردي، مسؤول التدريب
بالجيش العراقي كله كردي، قيادات فرق كردية. صحيح الكرد ما عندهم ضباط، أنا أقول بصراحة إلى الآن نسبة الضباط الكرد بالجيش قليلة، بدليل نفتح دورة عسكرية أو نفتح دورة أركان ماكو ضباط أكراد، مثل ما إحنا ما عندنا ضباط، لأنه النظام السابق ما كان يسمح للأكراد ولا كان يسمح لنا، إنما كان معروف طريقة تعامله إلا مع البعثي وإلا مع الموالي وإلا مع الذي هو ذائب في مصلحة النظام. أنا أقول صحيح، لكنه هذه تحتاج إلى وقت بين ما يتخرجون من ضباط كرد ومن ضباط غير كرد حتى تحدث عملية التوازن الموجودة. سأعرض هذه المسألة على البرلمان ولننظر كيف هو، من هو الذي يتجاوز على الآخر. يقولون هناك 14 قائد فرقة، وهؤلاء قادة الفرق وكالة موجودين، لأنكم لا تبعثون بأسماء قادة الفرق إلى البرلمان بسبب حاجته إلى توافقات سياسية، ولذلك قمتم بتعيين من هو ولاء للحكومة. أولا أنا بالدستور المسؤول التنفيذي المباشر، أنا مسؤول عن كل شيء في هذا البلد يحصل فيه فراغ، وحينما يحصل الفراغ أنا أتصدى لإملائه. ثانيا بعثت إلى البرلمان في الدورة السابقة أسماء قادة الفرق وتركوها في الجرارات ولم يصوتوا عليها، وبعثت 54 وكيل في الوزارات ولم يصوتوا عليها، وبعثت المستشارين جميعا ولم يصوتوا عليهم. القضية مو يم البرلمان والكتل، ليش ما يصوتون على هاي الأسماء؟ والآن راح أودي الوجبة الثانية من قيادات الفرق متوازنة ومدروسة بشكل دقيق فليصوتوا عليها. المشكلة مو عندي، المشكلة عند البرلمان. لكن هل أترك الدولة بلا قائد فرقة لأن البرلمان ما يقبل يصوت؟ طبيعة الحال، وهذا الدستور يقول والمحكمة الاتحادية أنا من حقي أن أملأ الفراغ بالوكالة. ليش ما يصوتون مثلا على وزارتي الدفاع والداخلية الآن اللي هم يملؤون العالم ضجيج؟ أنا بالدستور صلاحيتي أرشح الوزراء ومجلس النواب صلاحيته يوافق أو يرفض. أنا رشحت وزيرين للدفاع ووزيرين للداخلية، هل سمعتم في البرلمان عرض على التصويت أحدهم؟ لا، لأنه فلان بالقائمة العراقية ما يقبل عليهم وبيناتهم مختلفين، وفلان كردي ما يقبل عليهم، وفلان من التحالف الوطني ما يقبل على فلان، وظل المسألة مجمدة. القضية خلافات الكتل التي تعطل عمل الدولة الآن. الأكراد لديهم أخذ آخر على شخصكم بأنكم تستلمون جميع المناصب الأمنية من قائد العام للقوات المسلحة، وزارات الأمنية، يعني ردك على هذا أيضا؟ وهذا واحدة من استغفال الناس، بالحقيقة استغفال. نظرية الاستغفال هذه يبدو أنها مدروسة من أجل أن لا يبقى العراقي شريك ويفهم حقائق الأمور. أولا، من هي الوزارات الأمنية؟ عندنا وزارة الدفاع والداخلية، كانت وزارة الأمن الوطني ولغت وتحولت إلى جهاز وراح ترتبط ويا وزارة الداخلية، هذه وزارة ملغية. أما الدفاع فمسؤولها معروف، وزيرها منه الآن سعدون الدليني، هو اللي مستلم وزارة الدفاع وموجود بها. نعم أنا أدير الداخلية، أما كون عندي صلاحيات أنا القائد العام للقوات المسلحة هذا الدستور. أنتم تتحدثون برغبات فلان وفلان الذي يريد أن يكون فوق الدستور وفوق العراق وفوق المالكي وفوق العراقيين. لو نريد نتحدث بالدستور، الدستور ما قال أن صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة محددة مفتوحة. غيروا الدستور، وهذا ليس في العراق فقط، في كل الدول القائد العام للقوات المسلحة صلاحياته مفتوحة. غيروا الدستور. حتى بعض الأجانب، بعض الدول قالوا لبعض الكرد أن هذا دستوركم يمنح هذه الصلاحيات، وإذا تريدون تغيير فغيروا الدستور. أما الرجل متمسك بصلاحياته الدستورية. ومع ذلك في وزارة الدفاع هيئة رأي وفيها وزير وفيها مسؤولين وفيها قيادات، وفي كذلك في الداخلية جهاز المخابرات موجود، هذه دعاية. أنا لا عندي بالوكالة إلا وزارة الداخلية، ووزراء الداخلية مطروحين في البرلمان يرفضون يصوتون عليهم. أنا أريد أن أحيل الوزارة أيضا إلى وزير، لكنه هناك إصرار، وأنا أقول بملء الفم وعندي معلومات اعترافات داخلية
أن هذه الأزمة يجب أن ما تنحل، سواء كان أزمة وزارات الدفاع والداخلية أو الأزمة السياسية. أكو إرادة أن ما تنحل، والهدف من عندها أن لا تنجح. من قبل من؟ من قبل الأطراف السياسية المشاركة؟ نعم من قبل الأطراف السياسية المشاركة، وليس جميعا. ما يردون هذه القضية تنحل أبدا، حتى يقال أنه هناك أزمة وتبقى الدولة محاصرة ومحاصرة ومحاصرة ولا تستطيع أن تنتج حتى يقال عنها ما نجحت. يريدون أن يحرقوا شعب ويوقفوا خدمات وأمن واستقرار حتى لا يقال أن هذه الحكومة التي يرأسها فلان نجحت. وإلا ما عندنا أزمة حقيقية، إحنا عندنا مشكلات. يا أخي أنا أقول الحدود اتحاد، يعطيني إياها خلى ودي لها فوجين من الحدود يمسكوها. أنا أقول المنافذ الحدودية يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة الاتحادية لمعرفة ماذا يدخل وماذا يخرج، اعطيني إياها وتنتهي المشكلة. أنت تقول أنا قانون نفط والغاز، يا أخي تعال أنا وياك نروح للبرلمان، موجود قانون نفط والغاز ونشتغل عليه. أنت ما عندنا مشكلة حقيقية، إنما عندنا مشكلة في إرادة الحل. إرادة حل ما موجودة، بل يوجد إرادة عدم الحل حتى تبقى الأزمة ويعتاشون على. ليش ثارت هذه الثائرة؟ أنا أسأل وخلي الشعب الكردي والشعب العراقي يعرف ليش ثارت هذه الأزمة. ما قلنا شيء، قلنا عندنا مشاكل كثيرة، تعالوا كشركاء نجلس على طاولة واحدة ونستعرض مشاكلنا، لا نحكم عليها سلفا. نقول هاي مشكلة لو مو مشكلة، المادة 140 مشكلة، الحدود مشكلة، النفط مشكلة، الأجهزة الأمنية مشكلة، كلها مشاكل هذه. تعالوا نحطها على طاولة واحدة ونناقشها على أساس الدستور. رفضوا. دولة رئيس وزراء، أود أن ندخل على المشكلة أخرى، مسألة العقود النفطية، لكن أذهب للفاصل وبعد ذلك ناوبريك ودقار مولاتان.